يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه. إنسان جواك وجوايا، إنسان له حلم له غاية. إنسان جواك وجوايا، إنسان له حلم له غاية. في حياتنا في اختيارات كتيرة، تختار انك تاخد الشغلانة دي ولا تاخد الشغلانة دي، بتختار انك تكمل في بيت اهلك ولا تستقل بحياتك، تختار انك تتجوز ولا ما تتجوزش، تختار انك تكمل تعليمك في مكان معين ولا تروح في مكان تاني. حياتنا فيها اختيارات كتيرة قوي. ومعايا النهاردة الفنان النجم محمد حاتم. ازيك يا محمد؟ ازيك يا نسمة؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كويس. الاختيارات الاختيارات اختيارات في حياتك، يعني انت اخترت حاجات في حياتك اللي انا عارفاها انه بدلت مسارك في حاجات معينة، ده حقيقي، صح؟ ده حقيقي. مش ناس كتير بتعرف تبدل او تختار. يعني موضوع الاختيار ده في حياتنا في كل حاجة، من اصغر حاجة لاكبر حاجة، من هتاكل ايه النهاردة على الغدا لحد انت شايف مستقبلك رايح لفين. مش كل الناس تعرف تحسم اختياراتها بشكل سهل. يعني في ناس بتقعد حياتها كلها بتدور هي عايزة تعمل ايه، في ناس بيبقى من البداية الموضوع واضح ان هي هتختار تعمل ايه. انت كنت انهي؟ انا دايما انا كنت من نوع الشخص اللي بختار، يعني بيجي لي اختيار وبختاره وببقى عايزه، فيعني الى حد كبير بحارب يعني عشان اوصل له. انا دايما اختياراتي اختيارات اصعب واكتر اختلافا من المجموعه اللي انا عايش فيها، ودي حاجه مش سهله. يعني دي حاجه دايما مش سهله ان انا كشخص في المجتمع ابقى يعني بتدور على الاختلاف. انا مش بدور على الاختلاف، انا غصب عني. انا بصي اقول لك حاجه، كل واحد فينا لازم يجري ورا الحاجه اللي هو حاببها، او يعني زي ما بيقولوا كده ايه، يفولو هيز هارت. فانا شخص فعلا عامل زي الطفل الصغير قدام اختياراتي، زي بالظبط لما طفل يكون عايز ياخد لعبه او كذا، فبيبقى عايز اكتر ان هو يعني عايز يوصل لها. فانا دايما اختياراتي كانت اختيارات مش سهله، زي بالظبط ان انا مثلا من وانا صغير اقرر ان انا ابقى اشتغل في التمثيل. ده طبعا كان بالنسبه لي، او في الفن بصفه عامه، ده بالنسبه لعيلتي زي بالنسبه لعائلات ناس كتير جدا، ده بالنسبه لهم كان كارثه. زي انت تخش معهد فنون مسرحيه. طب انا كمان ما عنديش حد في الاسره في الفن، فازاي انت تخش معهد فنون مسرحيه؟ ازاي خش الاول كليتك وبعد كده خش المعهد؟ دخلت فعلا كليه حقوق، ودخلت اول ما دخلت كليه حقوق لان انا برضو عايز ده، فدخلت مسرح كليه الحقوق ومثلت في مسرح كليه الحقوق فتره طويله، وعملت مسرحيات وبقيت رئيس الفريق في فتره من الفترات. وبعد الكليه، يعني ده كان اختياري بس برضو لسه موازن. بعد الكليه كنت، او في وسط الكليه كنت مختار ان انا كمان اخد ورش، ومختار ان انا حتى وانا بشتغل، يعني اشتغلت كذا شغلانه، بس كنت بحاول كل الشغلانات اللي انا اشتغلتها انها تصب في خبره شخصيه اقدر استفيد بيها في الفن بشكل لا ارادي. فاهمه؟ اختيار ان انا اشتغل في الفن هو اختيار، وبالنسبه لاي حد عايز يشتغل في الفن هو اختيار فيه ريسك ان كل المجتمع يقول عليكي طول الوقت ان انت بني ادمه فاشله، وتستحملي ان انت يتقال عليكي بني ادمه فاشله طول الوقت لحد ما تثبتي العكس. ودايما حتى اهلي في البيت، يعني مثلا انا عملت زمان مثلا يعني مثلا كنت بعمل مسرحيه فيشوفوني في المسرح، بس كان مسرح ايام الجامعه فما كانش فيه مشكله. بس اول ما تتخرجي وبتعملي مثلا مسلسل، فطلعتي في المسلسل فتبقى بالنسبه لكل عيلتك حاجه مهمه جدا. وبعد كده طبعا طلعتي حلقتين 3، فبعد كده بتختفي، فالناس بتبدا تقول عليكي هو انت اصلا بتشتغلي ايه؟ فطول الوقت انت بتشتغلي ايه؟ انت جايه اشتغلي ايه؟ بالظبط.
ف... فدايما يعني ريسك ان انت تبقي فاشله في المجتمع وكذا وكذا لغايه لما تثبتي ان انت فعلا بتعملي حاجه كويسه ومهمه. ده اختيار مش سهل. ما هو السؤال بقى، الاختيار اللي مش سهل ازاي قدرت تحط ايدك عليه اصلا؟ يعني في ناس كتير بتقعد حياتها كلها بتدور على هي عايزه تعمل ايه. انت ازاي الموضوع كان بالنسبه لك واضح؟ يعني ازاي كانت الرؤيه بالنسبه لك كامله ان لا انا هاخد الطريق ده بغض النظر بقى عن كل اللي انا هقابله، انا مكمل فيه؟ ازاي؟ علشان حظي كان كويس من وانا صغير ان انا طبعا ده بتبقى حاجه حظ، يعني ده حظ كويس ان انا قدرت ان انا احس ان انا عايز اشتغل في الفن. ليه علاقه باني كنت بتشقى مثلا شويه في المدرسه، كنت بحاول اعمل كنت بتوهم لما بشوف الناس بتمثل في المدرسه عاملين مسرح وبتاع، او في الجامعه لما رحت الجامعه او بحب الافلام، بحب السينما من وانا صغير وبحب اتفرج على الافلام من وانا صغير. فده خلاني احس ان انا مشدود للاختيار ده، فاهمه؟ وما وقفتش. وايه؟ ما وقفتش يعني انه اهلك معارضين، انه بتسمع انك فاشل، انه انت هتعمل ايه في حياتك، يعني هتبقى ممثل، يعني ايه ده وبتاع، ده ما وقفكش؟ بصي احنا هنعيش في حياتنا حياه واحده بس، فاعتقد ان الحاجه الحقيقيه ان احنا لازم نعيشها باختياراتنا، علشان بعد شويه بعد ما تكبري، يعني بعد ما الواحد يبقى عنده 50 سنه او بعد ما الواحد يبقى عنده 40 سنه هيبقى محقق تقريبا اغلب اللي هو عايز يحققه في حياته. فانا دلوقتي لو اشتغلت الشغلانه اللي اهلي عايزينها او اللي انا مش عايزها بس المجتمع عايزها، والمجتمع يعني حاجه انيل من فكره الاهل، المجتمع هو الشخص اللي بيحركك ناحيه الحاجات اللي كلها مش هقول عليها غلط، بس الحاجات اللي ما ينفعش المعتاده، بالظبط القطيعه. بالظبط. فانت المجتمع اول حاجه، اول حرب بتقابليها بتبقى الاسره، وبعد كده حرب المجتمع. انا ما بقولش ان كل اللي بيقولوا المجتمع او الاسره غلط، انا بس بقول ان انت لازم يكون عندك شخصيه في انك تختاري حقيقي اللي انت عايزاه عشان تتحملي نتائجه. بالظبط. زي عارف انت فكرتني دلوقتي انت بتقولي على الفيلم بتاع يوسف شاهين، فيلم الاختيار. طبعا يعني ده من الافلام اللي يعني اتكلمت على المشكله. في كذا فيلم طبعا، فيلم رسائل البحر، في كذا فيلم اتكلموا على الموضوع ده، بس انت يعني فكرتني بمناسبه الكلام انه اختياراتك هي اللي بتحدد. في ناس ما بتقدرش توازن او ما بتقدرش تعمل اللي هي عايزاه، وفي نفس الوقت انا مش قادر استحمل اللي الناس بيضغطوا عليا بيه، فبيعيش بشخصيتين طول الوقت. صح. بيقعد يلعب يمشي على الحبل طول الوقت، ان انا عايز ارضي الناس بس انا عايز اعمل ده، فما بيعيش مبسوط في ولا لحظه تقريبا. ففي الاخر يعني زي فيلم اللي هو بيروح، يعني دي سكه اللي الناس كتير 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 في جيلنا بيعيشوها. ده حقيقي جدا جدا طبعا. يعني انا بحس انه كلنا تقريبا بنعدي بالوقت ده، يعني حتى مهما كانت اختياراتك واضحه ومهما كنت انت مواظب عليها، انت بيجيلك وقت بتحس هو انا ماشي صح ولا انا ماشي غلط، هو الناس دي كلها بتتكلم غلط وانا بس اللي ماشي صح، لحد ما تثبت طبعا ده. بس ده حقيقي. مرحله من انه نفسيا بتبقى مستهلك، يعني على اصعده كتير زي ما انت بتقول، يعني بعيدا عن موضوع الفن، في الاختيارات نفسها اللي في حياتك انت، عشان شغلك هو الفن، بس في ناس كتير في حياتها في علاقاتها، فاهم قصدي؟ فده اللي انا بحسه، انه اختياراتنا في حياتنا كلها في كل حاجه زي الشوكولاته واليويو. يعني انت هتاخد مين بانهي باكج؟ هتاخدها وتغيرها ولا هتاخدها وتعيش بيها حياتك نفسها باكج؟ حقيقي انا موافق، يعني انا موافق. والناس اللي في سننا هي دي مرحله اللخبطه. يعني احنا الحلقه اللي فاتت كنت بتكلم مع سراء في الموضوع ده، ان انت ازاي تعرف، سراء كانت عكسك شويه في موضوع انه لا اشتغل اللي انت ما بتحبوش لحد ما يجيلك اللي انت بتحبه. لا طبعا، لا طبعا، انا مش مع ده تماما. اللي بيشتغل، بصي لازم يكون اشتغل اللي انت ما بتحبوش، بس بشرط يكون بيصب في الشغلانه اللي انت بتحبها. بمعنى ان انا اشتغلت في اشتغلت مثلا في كول سنتر في فتره من الفترات في حياتي، علشان خاطر انا عارف ان الكول سنتر كان كول سنتر بالانجلش، وانا كنت ساعتها عايز اقوي الانجلش عندي بشكل من الاشكال. كنت لسه متخرج من الجامعه، وطبعا انت عارفه ان التعليم عندنا حاجه يعني عظيمه. فانا عايز اعمل ده، فكنت بعمل ده جنب في حياتي وانا عارف ان ده هيفيدني، وكنت دايما بفكر ان انا عايز اقرا ادب بالانجلش. اشتغلت في بنك، وانا عارف ان البنك انا بصراحه اكتر فتره كنت مهزوز فيها شويه، كنت الفتره اللي انا بشتغل فيها في البنك
بس كنت بشتغل فيها طبعا عشان خاطر كنت في علاقه والكلام ده، وفي نفس الوقت انا من اكتر الحاجات اللي خدت منها خبره شارع ورمي في الشارع هو كان شغل البنك، لان انا كنت بشتغل في حاجه مرتبطه جدا بالشارع، في ديبارتمنت في البنك مرتبط جدا بالشارع، في حاجه ليها علاقه بالسيلز، بالاوتو لون يعني بقى العربيات وكذا وكذا. فمن الاخر انا مش مع فكره ان الواحد يشتغل شغلانه ما بيحبهاش عشان يوصل لحاجه اللي بيحبها. اللي بيتنازل ان هو يشتغل حاجه ما بيحبهاش هيفضل ما يحبهاش. ودايما كان حد يعني صاحبي جدا قال لي حاجه زمان، انا كنت نفسي اخش المعهد، وكنت عايز اخش دراما ونقد، علشان خاطر يعني عشان خاطر نسبه الدخول هتبقى اعلى شويه في الدراما ونقد. فقال لي حاجه انا حاططها قدامي دايما، قال لي يعني انت عايز تخش دراما ونقد، او كنت ساعتها بفكر كمان معهد سينما قسم اخراج او حاجه. قال لي انت عايز تخش دراما ونقد او معهد سينما قسم اخراج وتقعد 4 سنين تدرس اخراج علشان انت اصلا عايز تمثل، ما تخش تمثيل وقدم تمثيل على طول. قدمت سنه وما قبلتش، السنه الثانيه قبلت، بس خدت الموضوع على قلبي وكنت بذاكر وكنت فاهمه مهتم، وقعدت حوالي شهر اتدرب. هي دي النقطه، ان انت من الاخر يا الحاجه اللي انت عايزاها يا حاجه ثانيه بتصب في اللي انت عايزاه. يعني احنا في الاخر انه كل واحد فينا بيبقى عنده حلم معين، حتى ولو مهزوز لو مش باين قوي، بس انت عندك حلم معين، فبشكل من الاشكال نحاول نحققه ونوصل له ايا كان. ايه انت هتاخد ايه في طريقك؟ هتاخد كل حاجه خدها مراحل، وحتى لو الناس اعترضت على اللي انت بتعمله اعرف ان انت ماشي ورا قلبك. هو دي المسج اللي انت بتوصلها. انا حاسه ان هي دي من البدايه اللي احنا طبعا فيها، انه اللي انت قلته في الاول، ان انت ازاي الواحد يمشي ورا قلبه ويمشي ورا احساسه في اختياراته، ياخدها زي ما هي ويحاول وراها زي ما هي عشان يقدر يوصل، وعشان يقدر يلمع وينور في الحته اللي هو فعلا المفروض يكون فيها. صح، اللي هو انت نازله الشغل انت حاسه ان انت بتشتغليش، فاهمه يعني. وانت دلوقتي حالا وانت دلوقتي بتسجلي معايا، انا متاكد انت دلوقتي بتعملي حاجه اونلاين، بتعملي حاجه مش عارفه عدد الناس اللي هتشوفها ايه، بس انت والنهارده قلت لي طب نسجل الساعه 9 الصبح، اللي هو نسجل الساعه 8 الصبح 7 الصبح ما عنديش مشكله. طب بالليل، طب نسجل الساعه 8 بالليل. فاللي هو انت عايزه ده، فاهم؟ وبتكلميني طب انت فين دلوقتي، طب انت جاي فين دلوقتي، طب مش عارف ايه. فكل ده ليه؟ كل ده عشان خاطر انت حابه ده، فاهمه؟ لو انت دلوقتي شغاله مثلا في شركه وشغاله يعني لازم كل حياتنا يكلمني ولا هقفل التليفون بالظبط. حضرتك انا نمت. لكن اللي هو انا متاكد لو قلت لك الساعه 3 الفجر، لو قلت لك الساعه 7 الصبح، انت هتبقي جاهزه. انت ده حبك، فاهمه يعني. انا حاسس كميه الانرجي وكميه الطاقه من اول ما قابلتك لغايه دلوقتي. لا اللي هو اوكي، انا مستعد اكون جزء من ده، انا مستعد اكون، لان انا مش مستعد ان انا غير ان انا اقابل ناس حابه شغلها، لان انا عايز الانرجي دي هتفيدني في حياتي، هاخدها هتبقى معايا وانت كمان بتكمل. ونفسي لو 10 بيسمعونا، لو 20 بيسمعونا، اهم حاجه ان احنا فعلا ان هم يوصل لهم الانرجي اللي هي واصله مننا، فاهم؟ احنا بنحب نعمل الحاجه اللي احنا بنحبها. ففاكس بقى ان احنا مثلا نبقى متشافين على عدد فيوز. الحاجه الكويسه المحبوبه في وقت من الاوقات هتطلع اكيد. اللي انت بتحبه لازم تعمله طبعا. وبعدين هتعمل ايه وهتروح فين؟ اديك شفت اللي راحوا شمال، واديك شفت اللي راحوا يمين. وبعدين هتعمل ايه وهتروح فين؟ اديك شفت اللي راحوا شمال، واديك شفت اللي راحوا يمين. هتختار مين؟ ما تنبهرش بتنسى اللي قدامك، منحوت حلمك بإيدك يبقى حقيقة، صورة وصوت. ما تسيبش منك لحظة تفوت من غير هدف واضح مظبوط. أصغر ملك في العالم كان توت عنخ آمون، غاندي ما باعش الليلة وراح يعمل تليفون. انجح وأي تعب هيهون لو حتى قالوا عليك مجنون.